السلام عليكم، يعطيكم العافية. طبق اليوم برياني روبيان تبارك الرحمن، جدا لذيذة وسهلة. عندي بمقلاة زيت نباتي، بضيف حبة بصلة قطعتها شرائح. مع التقليب المستمر لتكرملت عندي البصلة راح أرفعها عن الزيت. بنفس الزيت وبنفس المقلاة عندي حبة بصلة فارمتها ناعمة. مع التقليب المستمر لتاخد اللون الذهبي الخفيف. وعندي حبات ربيان منظفتهم وغاسلتهم، بضيف حبات الربيان. ما راح أخلي الربيان يتطبخ كتير، بس لا يتنكه من البصل والبهارات والثوم والزنجبيل. عندي ثوم وزنجبيل فارمتهم ناعم بضيفهم مع التقليب المستمر. وراح أضيف بهارات من كل نوع، نص ملعقة صغيرة فلفل أسود، كزبرة ناشفة، بهارات السمك، هيل ناعم، ما بكتر بهارات بهاي الطريقة. وراح أضيف مقدار ملعقة كبيرة من معجون البندورة. اللهم ديمها علينا وعليكم من نعمة، واحفظها من الزوال، لا تحرمها لحدا، وطعم كل محروم وجوعان، اللهم آمين. مع التقليب المستمر وراح أرجع أضيف ملعقتين كبار من الروب، وبقلبهم مع بعض. بخلط الروب مع حبات الربيان، وراح أضيف الملح على حسب رغبتكم، بتضيفوا الملح. بقلب الروب مع حبات الربيان وراح أرفع المقلاة عن النار. وعندي صبغة الزعفران، بضيف مقدار 3 ملاعق صغار من صبغة الزعفران. وراح أسلق الرز، بضيف زيت نباتي، هيل حبة النجمة، ملح. عندي هون نص استواء، الرز استوى، راح أتخلص من ماء السلق. بجدر بضيف نص كمية الرز، وبضيف حمسة الربيان بهاي الطريقة، وبضيف قليل من البصل اللي تكرمل، وما تبقى من الرز بضيفه على الربيان. وعندي صبغة الزعفران، وعندي كمان صبغة الأكل الأخضر والأحمر، ما منكتر، إشي بسيط بضيف من صبغة الأكل بهاي الطريقة. راح أغطيها وأخليها على نار هادي جدا، وبضيف ملعقة زيت نباتي وملعقة كبيرة من المي. ويستحسن نخلي حديدة تحت الجدر، خليتها ساعة بهاي الطريقة. هلأ الرز عندي جهز، راح أقدمه. بشيل الرز الملون وبرتب الصحن للتقديم. وبالعافية علينا وعليكم، جربوها وادعولي. مو تدعوا علي، ادعولي، لأنها جدا لذيذة تبارك الرحمن. برتب الصحن التقديم، وبضيف عليه البصل ما تبقى من البصل المكرمل وكزبرة. وبالعافية علينا وعليكم. رسينا يا شواط الشوق، رسينا والاماني فوق، رسينا يا شواط الشوق، رسينا والاماني فوق. لناجي الليل والنجمة ونور الصبح والنسم، لناجي الليل والنجمة ونور الفجر والنسم. ومن كلمة على كلمة رسينا، رسينا يا شواط الشوق، رسينا والأماني فوق، رسينا يا شواط الشوق، رسينا والأماني فوق.